ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة بعد هذا الضر على طول نسي من كان يدعو إليه، نسيه ورجع مين لإيه؟ لصلفه وغروره الحياتي. ليه؟ لأنه هو خاف للضر ده اللي اترفع عنه يقربه من الاستدعاء. ربنا عمل فيه جميل ومش عارف يمكن دي تخليه فوق، فهو مش عايز الحكايه دي لأن فوقته هتكلفه أشياء هو كرهها. لأن التكليف معناها منع النفس عن شهوة تحبها وأمر النفس على عمل تبقى تقيل عليها، وهو مش عايز الحكايه دي. يقوم من مصلحته انه يعمل ايه؟ يقول لك اوعى بقى الحكايه بتاعتك وانا جه الضر ولا لقيش حد يفزعله على ربنا وجه، اوعى دي تاخدك احسن هتتعبك بعدين. تتعبك في ايه؟ في انها لها طلبات ايه؟ تمنعني عن شهوات نفسي وتحملني ما الشيء اللي تقيل عليا، وانها لكبيره الا على الايه؟ على الخاشعين. فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إنما أوتيته على علم من مين؟ إن كان بيعتقد أن الله هو اللي بيدي يبقى يقول على علم من الله بأني أستأهل هذا الخير، وإلا ما كنتش أستأهل هذا الخير بيديه ليه؟ أو أوتيتوه على علم عندي لأنني إيه؟ عندي دقة في التعامل وعندي يقظة وعندي تجربة وعندي أشياء كده أدرسها كويس وتطلع طيب، بل هي فتنة. أنت لا أوتيت على علم من الله أنك تستحقه ولا على علم عندك بمهارة العمل. ليه؟ قال له دي فتنة بس، والفتنة احنا قلنا عنها انها اختبار. ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنة. نبلو بالشر نشوف من اللي هيصبر، نبلو من الخير نشوف من اللي هيشكر. ما هو في واحد ياخد خير يطغى به الله. وكذلك في آية تانية تقول ايه؟ وجعلنا ايه؟ بعضكم لبعض فتنة، يعني كل بعض منا له من البعض. مثلا الصحيح والمريض، الصحيح فتنة للمريض. ليه؟ لأن يمكن الايه؟ المريض لما يشوف الصحيح يقول يا اخويا طب وده ما هو بيقول لك طيب هو فتن، والتاني يغتر بايه؟ بصحته. الله، تبقى المسألة فتنة. الغني والبتاع يقول لك غني وفقير، برضه الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للايه؟ فتنة للغني. يبقى لازم نحذر ان الانسان يقوم في حركة حياته ما اقامه الله، فكل ما يجريه عليه خير. فاذا رأيت نعمة عند غيرك وليست عندك فاعلم ان الله ما فضل هذا عليك، ولكنك تستطيع ان تكون في صبرك وعدم حقدك وحسدك عليه احسن منه. نعم، ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما قالهاش كلمه نظريه، قال والتاريخ الذي تعرفونه من السابقين اكد هذه، قد قالها الذين من قبلهم. مش قارون قال اوتيتوه على علم عندي؟ طب ما هو كده، قال له عال ما دام اوتيته على علم عندك، العلم من الله انك اهل لخير، او على علم عندك في مهاره التناول. هناخد دي بالمعنى ودي بالمعنى. ما دام حفظ الشيء الموجود بين ايديك ولا ايجاد الشيء من عدم، ان هو اللي اقوى؟ ايجاده من عدم اقوى. انما اللي عندي دي يبقى سهله، انا حافظ عليه واعمل كده. قام قال له طيب ما دام انت خدته على علم ووجد لك عن علم، خلاص احفظوا بقى العلم، والحفظ ادنى من الايجاد. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقلنا إن أوتيته على علم سبق أن قالها قوم، يعني لا نقول لكم كلاما نظريا، بل هو كلام يؤيده الواقع السابق. قالها قارون، وبعدين خسفنا به وبداره الأرض، وبعد ذلك ركبنا قضية: إذا كنت أوتيته على علم فاحفظه أيضا على علم، وما دام الأمر قد تخلى عنك في الحفظ فأنت في الإيجاد أشد تخليا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ليه؟ لأن خسفنا به وبداره الأرض. مش بس الثروة، حتى المكان اللي الإنسان ما بيستغناش عنه، المكان اللي يبيت فيه ويقعد ويستريح، حتى هذه. فأصابهم سيئات ما كسبوا، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم. والذين ظلموا من أصابهم للي قالوها قبل كده، وأنتم بقى والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ما هم بمعجزين، المعجز والذي يعمل عملا يتحداك به فتعجز عنه. ولذلك بنسمي آية صدق الرسل في البلاغ عن الله بنسميها معجزة. معجزة يعني أعجزت المكابر. تبقى المعجزة بتيجي لمين؟ لمن كابر. وأما اللي ما كبرش واللي خد من النبي بمجرد ما قال أنا رسول، قال أنا مصدقك، ما انتظرش إنه يجيب له معجزة ولا أي حاجة. تبقى المعجزة بتيجي لمين؟ للمكابر، بتعجزه. قال لك لأن لو اشترط أن تكون مقرونة بالتحدي. ليه؟ قال لك ما تعجزوش كده بدون تحدي، لأنك أنت لو أعجزته كده بدون تحدي تقول أنا هعمل حاجة أنت ما تقدرش تعملها، تقوم تشحن مواهبه عشان يواجه. لكن لما ما تحداش يمكن يقول أنا لو كنت حطيت المسألة في بالي كنت ما قدرتش أعمل. فيبقى معجز يعني ايه؟ يعني يصيب غيره بالعجز عن مجاراته. واحنا قلنا ان المعجزات هي اماره الرسل في تصديقهم في البلاغ عن الله. بس احنا قلنا برضو زمان ان كانت معجزه كل رسول مناسبه لايه؟ للعصر. ليه؟ لان ما تجيش لجماعه ما عندهمش علم بحاجه وبعدين تقول له انا اتحداكم ان تعملوا هذه، يقول لك احنا لو ارتضنا عليها لفعلناها، انما ما ارتضناش عليها. فلازم تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، وما دام من جنس ما نبغ فيه القوم يبقى التحدي له ايه؟ التحدي له موضع. والتحدي يتدرج تنازلا، كل ما يتنازل يعلو، كل التحدي ما يتنازل يعلو. ازاي؟ قال ائتوا بصورة من مثلها. قبل كده قال ايه؟ ان كنتم في شك مما ايه انزلنا فاتوا ايه؟ في مرة يقول لك هاتوا بمثل هذا القرآن، هاتوا بمثل، يقول لك ما جبتوش، هاتوا ب10 صور، ما جبتوش، بصورة ايه؟ بصورة واحدة. يبقى كل ما يتدلى في التحدي كل ما بيرتفع في الايه؟ في الاعجاز. الاول قال لهم هاتوا زي القرآن ده يا اخوي، ما جابوش. قال طب هاتوا 10 صور، ما جابوش. قال هاتوا صورة اقصر صورة من مثله. طب وبعدين مش هتحداكم انتوا بس يا انس، لانكم انتم وان كنتم أمة كلام، انما انتم يا أمة الكلام نسبتم القدرة الفصاحية والبلاغية لجنس اخر هو الجن، وقلتم ان كل واحد شاعر كويس له شيطان يوحي له بالايه؟ بالشعر. يسموه وادي عبقر، وادي بتاع الجن. فكأن الحاجة اللي بيجيبها الشاعر متميزة، يبقى مين اللي يجيبها له؟ الجن.
يبقى وإن كنتم أمة كلام ولكم في الكلام معارض وسوق وتعلقوه على الكعبة، أنا مش بس بتحداكم أنتم، أنا بتحدى اللي أنتم بتنسبوا إليه فصاعد شعراءكم اللي هم مين؟ اللي هم الجن. كل إن اجتمعت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. يبقى إذن كلمة معجز تأتي بشيء يعجز عنه، بس يكون شيء له إيه؟ لهم قوة فيه. موسى كان فيه سحر يم تيجي من جنسه، عيسى كان فيه الطب تيجي من جنس الطب، الأمراض اللي استعصت ويبرئوا الايه؟ الأكمه والايه؟ والأبرص. وبعدين وحتى مش بس مش يبرئوا مريضا، لا ده يحيي ميتا. الله، يبقى بيجيب لها من جنس ايه؟ محمد جه عندهم بلاغه بيعملوها معرض في اسواقهم، والمعرض اللي في اسواقهم الحلو يعلقوه على مين؟ على بيت الله المعظم اللي هو الايه؟ الكعبه. مش بس انتوا يا عرب، انتم بتنسبوا الجميل في الاساليب الى الشياطين. انا برضو بتحدى مين؟ بتحدى الشياطين او الجن انهم يجيبوا مثل هذا الايه؟ بمثل هذا الكلام. طيب، كلمة وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم عملتوا أشياء تستحق العقوبة ولا بد من أخذكم علشان نعاقبكم، فأنتم مش هتعجزون إن أمسككم وأجيبكم، لأن المسألة عايزة عمل منك. يقول لك ده في المكان الواحد. طب افرض انك انت في ايدك ما هيهربوا منك، يبقوا مش في تواجدك. أم قال لك هات لي مكان ليس فيه الله، هات لي مكان ليس فيه ايه؟ ليس فيه الله. ولذلك هناك في سورة الجن ايه؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن ايه؟ ولن نعجزه أن هربا، يعني مش بس يجي يمسكنا كده وياخدنا نهرب منه. أم قال لك برضه مش هتقدروا تهربوا منه، لا انتم تواجدتم معه هيعجز عنكم، ولا ان هربتوا هتعرفوا ايه؟ تهربوا منه. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يعني مش هيفلتوا من ايدينا، ان اتحد المكان مش هيعجزوني، ومكان ما يتعدد ما يستطيعوش يهربوا يروحوا حتى في حته ثانيه. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ اللي قالها الذين من قبل اللي هو قارون، كان ايه؟ عنده زهو على قومه وغني وخرج على زينة في قومه، وعنده ما إن مفاتحه ايه؟ لتنوء بالعصبة إلى أولي القوة. الله، أم قال لك هو فاهم إن الرزق صحيح من عنده؟ ده أنا أدي من عندي وأقبض من عندي، وزي ما يقولوا في الفلاحين يعطي من لا حيلة له ليتعجب من له حيلة. يقول لك عد المسألة بقى مش مش شطارة بقى ولا أي حاجة. ولذلك هناك في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. خلاص، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأجعلنك تركض في البرية ركض الوحوش ثم لا يكون لك من رزقك إلا ما قسمته لك. تبقى المسألة مش عايزة، ما هي الشطارة ليه؟ عايزة فقط أنك تأخذ بالأسباب، وبعد ذلك يرزق من حيث لا يحتسب. اللي ماشي كده ورجله عترت أملأها بير، فنزل كده خاف لا يغرق في البير، أملأ اللي تحت شال رجليه لحد يجي راسه ما ايه، قام قاعد يحسس برجليه كده، قام لقى حاجه بتخشخش، قام طلع الاول وبعدين جاب حاجه وقعد يمد يشوف ايه دي،
عشان ما يضحيش بنفسه. وبعدين وجد بقى ايه اسمها غراره مملوءه بالذهب وبالفضه، وقعد بقى يطلع منها، وبعدين خد منها اللي يملى جيوبه واللي يملى مش عارف ايه، وراح رادم الايه الحكايه الثانيه، وقال خلاص نعلمها وبعدين كل ما نعوز ايه حاجه ايه نجيبها. قعد لما خلص الفلوس بتاعه وراح يجيبها، قام لقى واحد ماشي وشايل، قال له رزقي الذي ظننته لك ولي انا. يعني هو برضه مش كده، هو راح واقع واخده، هو فاهم انه هي عينه بقى، برضه اللي حصل لك يا اخويا حصل لنا، وقعت وخلاص وخدت المسألة. نعم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، إلا أن الناس أخطأوا في أن يحجموا الرزق في المال. يعني الرزق عندهم إنه يبقى إيه؟ فلوس عنده غني. تقول له الرزق معناه كل شيء انتفع به رزق. فعلمك رزق، وحلمك رزق، وأمانتك رزق، وصحتك رزق. كل نعمة تنتفع بها اسمها ايه؟ اسمها رزق. انت الآفة بتعمل الرزق بس ايه؟ بس المال. تقول له لا، ساعة ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه؟ ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في أدبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي بيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه. الله، يبقى اذا الرزق كله ايه؟ ولذلك ساعه ما تشوف واحد اقل منك في حاجه قول له يا ترى انت احسن مني في ايه؟ ايه اللي عوض الحكايه دي؟ انا واخد 0 على 10 في ايدي، وانت واخد 0 على 10 في انك ما معكش فلوس. يا ترى انت واخد 10 على 10 في ايه؟ وانا واخد 0 فيها ازاي؟ ليه؟ لاننا قلنا زمان ان لا يوجد احد هو ابن الله، بل الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعياله. خلاص، ما دام الخلق كلهم عيال الله يبقى مفيش تميز. قال لك يبقى لكن الرزق عايز جهات متعدده، فيروح موزع اسباب. مش كل الناس تبقى اغنياء ولا كل الناس تبقى عقلاء. العقل الواحد شوف عايز كام جارحة من الجوارح تخدم تفكيره. هات مهندس بيعمل تصميم لعمارة، هو مهندس واحد، وبعدين شوف كام عامل بيخدم فكرته في الهندسة. اللي فحت في الأرض ما عندوش موهبة المهندس، إنما كمان المهندس ما عندوش موهبة إنه يقعد يمسك فاس ويقعد. يبقى ده واخد الرزق في ايدي. وبعدين اللي ضرب طوب واللي بنى واللي غفق واللي ركب كهرباء واللي ركب مش عارف ايه، الله، كل دول لهم ارزاق واخدين درجات فيها التاني ما خدهاش. مجموع كل انسان زي ما قلنا يساوي مجموع كل انسان، لكن الكميه مختلف فيها. ما فيش حد ابن ايه؟ ابن ربنا. بقول لك فلذلك الادب العقدي انك ان رايت انسانا انت احسن منه في شيء، فبدل ما تقول انا احسن منه في شيء تقول له يا ترى هو واخد على 10 على 10 في ايه؟ وانا واخد 0 في ايه؟ وبذلك تتساوى المسائل، وربنا يجعل بعضنا مسخر لمين؟ لبعضنا، مسخر لبعض. وبعدين قال لك كمان الرزق فيه ناس بتغفل فيه حته. الناس فاهمه ان الرزق ان يزداد المال. لا، الرزق كان يكون في زيادة الدخل، وقد يكون في نقص المصرف. واحد بياخد 100 وواحد بياخد 100، بس واحد واخد 100 من حلال، يوم ربنا يسلب عنه مصارف. بمعنى يدخل يلاقي الولد مريض، الست تقول له ده الواد عنده حراره من العصر مش عارف ايه، يدخل الله عليه الخبر بايه؟ بالرضا والاطمئنان. طب ادي له قرص اسبرين وهات له ايه؟ كوبايه شاي. نجيب قرص اسبرين بقرش ساغ وياخده الواد يعرق ومش عارف، تنتهي. واحد تاني جايب فلوسه كده من تقوم تقول له ايه؟ الواد يمكن عنده تيفود، الواد يمكن عنده نكفيه، الواد يمكن طلع للدكتور، ويروح للدكتور ويصرفه 20 30 ايه؟ 30 جنيه. النبي بيقول من اصاب مالا من مهاوش
اذهبه الله في نهابر. يبقى ده فيه رزق صرف سلب ورزق ايجاب. رزق الايجاب ان يزيد المورد، ورزق السلب ان يقل المصرف. ويبقى اذا كلها ايه قد بعضها. مثلا رزق الايجاب، واحد كان كده وخد درجه وبقى له علاوه، بقى عنده ايه فلوس، نزل السوق بقى املأ بقى الرومي والسمك اللي الكيلو ب10 جنيه، والتاني اللي غلبان اللي ما عندوش دخل وياه، نفسه ما جابتوش الا على البتاع الشبار كده اللي الكيلو بتاعه بجنيه، ولا التفت للرومي ولا التفت للمش عارف الايه. اهو ده رزق اسمه الاسم رزق الايه؟ رزق السلب، سلب منه مصرفا. يبقى هو ان كان دوكها صرف له 20 جنيه في حاجات من هو قضاها بايه؟ ب5 جنيه وطلع من السوق. يبقى اسمه رزق الايه؟ رزق السلب. ولذلك لازم المؤمن يحط دي بباله، ورزق السلب اوسع من رزق الايجاب. ليه؟ لان رزق السلب منع ألما، انما دوك قد ياتي بالايه؟ بالالم. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما تقوليش بقى اوتيتوه على علم وتقول مش عارف. لا يا اخوان، ما فيش كلام ايه؟ مفيش كلام من ده. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالرازق الذي سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض. وما دام سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض يبقى لكل الصفات دي متعلقات. يبقى يبسط هو ايه؟ ويقبض. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرف على نفسه. الاسراف هو تجاوز الحد. ولذلك يقول لك فلان مسرف، يعني ايه؟ بيتجاوز الحد في الانفاق بما لا يتناسب مع ايه؟ مع دخله. قل يا عبادي الذين اسرفوا، مش لانفسهم، على انفسهم. اسراف يعود عليها بالايه؟ بالوبال. لما تيجي تمسكها في الرزق تقوم تقول الله سبحانه وتعالى يريد ان تصير حركه المجتمع الايماني حركه متوازيه متساويه. بمعنى ان انت رزقك قد كده، لا يريد منك ان تقبض هذا الرزق على النفقه، ادي واحده، ولا يريد انك انت تصرفه كله في النفقه. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، ما يتجاوزوش الحد، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. ليه؟ قال لك لانه لو اتخذ سبيل غير السبيل الوسط وهيقبض المال بتاعه عنده ما يطلعوش، يبقى زي ما بنقول قوة الشراء تقل، وقوة البيع هتقل. وما دام قوة الشراء هتقل وقوة البيع هتقل يبقى المجتمع العامل ما يجدش لسلعته رواج. يبقى اللي عايش من هذا العمل اللي انت قبضت يبقى يحصل كساد. طب واذا صرف اكتر قال لك ما يطمئنش الى ان مستقبله هينتهي الى اعلى. يعني مثلا ما دخله 100 وقعد يصرف 100، ما قلناش 110 صرف 100، ما يجيش يوم يكون عنده شويه فلوس كده ويقول لك ما نبني لنا حته بتاع ده معنا ساكنين. امال يعمل ايه؟ قام قال لك لازم ايه؟ ينفق علشان السوق يدور، ويدخر علشان حياته ترتقي. فان ما ارتقاش يبقى هيجي يلوم نفسه، يشوف واحد بنى له بيت وهو يمكن اقل منه يقول انا فتقعد ملوما محصورا. ملوم ان كنت ظننت، ومحصور ان كنت اسرفت، لان هتجد اللي مشي بالعقل وبالوسطيه ابتدأ يرقى حياته. جاب له شقه، جاب له عربيه، جاب له حته ارض، جاب اي حاجه، تقوم انت ما حصلش تقوم تشوفه وتبقى محصور. يبقى اذا الله يريد من الانسان المؤمن ان تتوازى حركته،
فلا يصرف كل دخله ولا يظن بكل دخله، فإن ظن بكل دخله أورث الكون كسادا، لأنه مش هيجد لا سوق ولا مشتري ولا بايع. طب وإن قال لك هيجد نفسه واقف ما يرتقيش، فإذا رأى من ارتقى لأنه ادخر بعض دخله يوم ينحصر، لما لما يشوف فتقعد ملوما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طب الذي قدر عليه رزقه قال لك الإيمان بقى يخليه لينفق مما آتاه الله، ما يفرضش له حياة تتطلب أكثر من كده، يشوف دخله قد إيه ويعيش في مستوى هذا الدخل. فإذا عاش في مستوى هذا الدخل يقول لك رضي بقدر التختير ده، رضي به سأعطيه على قدره. ولذلك تجد عظماء العالم كله في أي أرض اللي بقوا كويسين وبقى لهم صيت وبقى لهم صيت مالي، لو نظرت إلى أولية حياتهم لوجدتهم رضوا بقدر الله فيهم وعاشوا على قد الله. فيقول من رضي بقدري أعطيته على قدري. واحنا قلنا زمان اللي يرضى بقدره ويجعل مصرفه في حدود دخله ولا يخضع دخله لانفلات مصرفه، نقول له هيعمل دخله لانفلات مصرفه هيتعب نفسه، لانه ان وجد من يعينه على ذلك بانه يقترض هيجي الناس كلهم يقبضون عنه نفوسهم ويعيشوا في في كرب. يبقى هو اللي ضيع على نفسه ولا مش هو؟ نعم. أولم يعلموا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. احنا قلنا بقى أسرفوا على أنفسهم، والإسراف تجاوز الحد. لا يقال أسرف على نفسه إلا إذا كان أسرف في شر يعود على النفس، إنما أسرف لنفسه مطلوب منه 2.5% في الزكاة، أم عمل خلاهم 10%، خلاهم 15%، خلاهم 20%. يبقى هو صحيح أصرف لمين؟ لنفسه. ليه؟ لأنه قال لك هي دي الباقية. يبقى في واحد بيعمل بس لأمد دنياه، وفي واحد بيعمل للحاجات اللي جايه تانية. ولذلك قلنا ان الامام علي لما واحد سأله قال له يا امام انا اريد ان اعرف نفسي، هل انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال له جوابه ليس عندي، السؤال ده جوابه مش عندي، انما جوابه عندك انت. قال له كيف؟ قال له اذا دخل عليك اثنان، واحد اعتاد ان ياتي لك بهديه، وواحد اعتاد بانه يطلب منك حاجه معونه، فانظر الى ايهما تبش وترحب. فان رحبت بمن ياتي بالهديه فاعلم انك من اهل الدنيا، لانك تحب من يعمر لك دنياك. وان كان اللي بياخد منك هو اللي انت بشيت به وانبسطت به فاعلم انك من اهل الاخره، لانك تحب من يعمر لك من تحب، والذي اخذ يعمر لك اخرتك. تبقى ده اللي بتبشره. يبقى انت اللي تحكم، انت من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره. ولذلك السيده عائشه حينما اجابت رسول الله في الشاة التي اهديت لها، وبعدين النبي دخل لقاها طبعا وزعت، قال لها ماذا صنعت بالشاة؟ قالت كلها ذهب الا كتفها. عليه الصلاه والسلام كان بيحب الكتف، اللحمه الرقيقه اللي على الكتف دي، فحيشها له، فبتقول له كلها ذهب الا كتفها. قال لها يا عائشه كلها بقي الا كتفها، لان ده راح للاخره وده هناكله في الدنيا. ليس لك من مالك الا ما اكلت ما لبست فابليت، او اكلت فافنيت، او تصدقت فابقيت. نعم. اسرفوا على انفسهم،
لا تقنطوا من رحمة الله. ما هو القنوط؟ القنوط اليأس. طب وييأس ليه من رحمة الله؟ قال له أنه أسرف على نفسه في المعصية، فلما نفسه تروق كده وتقعد ضميره يرجع له يلاقي عمل أعمال مش ما ترضيش ربنا، يقوم يعمل إيه؟ يقول أنا مش ربنا هيرحمني، ربنا هيغفر لي، ويقعد يأنب نفسه. قال لك القنوط من هذه الرحمة نتيجة الإيه؟ نتيجة السيئة برضو إشارة صحية إلى الإيمان، فكأنه استعظم ذنوبه أن تكون أهلا لرحمة الله. وما دام استعظم ذنوبه أن تكون أهلا لرحمة الله، يبقى معناها أنه عارف أن رحمة الله كانت يجب أن تكون إيه؟ أن تكون على غير إيه؟ على غير ذلك. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ساعة ما تسمع إن الله يغفر الذنوب جميعا، لو لم يعقبها الله بالآيات لأورث الناس التهاون. ولذلك هيقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. يعني المسألة مش هتيجي كده ما دام تقنط من اوعى تقنط من رحمة الله، لكن اللي ايه؟ ربنا غفور ورحيم، بس عشان تكون موضع ومتعلق للغفران والرحمة تنيب إلى الايه؟ أما الذي يعمل السيئة وبعدين يبقى نتوب وبعدين يعمل مش عارف تاني نتوب، نقول الراجع في توبته كالمستهزئ بربه. نعم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب هنا بعض المستشرقين يقول لك يا اخوان القرآن بيقول إن الله يغفر الذنوب جميعا ويعللها بأنه غفور رحيم، وفي آيات أخرى من القرآن يقول إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. نقول له ما هو بقى جهلك بقواعد اللغة ومعطيات الأسلوب هو اللي خلاك تتكلم. ليه؟ قال لك لأن معنى كلمة ذنب أن يكون عمل جرمه الله، حكم بأنه جرم ووضع له عقوبة. الشرك بالله مش ذنب، ده الشرك بالله ده خلاك انت طلعت بره يبقى ليس ذنبا، لأن الذنب أن يجرم الفعل وبعدين انت تعمله مع أنه مجرم، ودوك لا، ما هو الذنب ده إن الله يغفر الذنوب، يبقى ما تتعارضش الآية دي مع الإيه؟ مع الآية. وقالوا ان الآية دي نزلت عشان قاتل حمزة اللي هو وحشي اللي ضرب حمزة بالايه؟ الحبش اللي ضرب حمزة بالحربة ومات، وهند خدت كبت حمزة وايه؟ ولاكتها. نقول له بس اولا المعركة دي كانت في احد، ولم يسلم وحش بعدها، إنما أسلم بعد مدة طويلة. فقال الذين يريدون أن يوفقوا في الأقوال لعل وحشي حينما تذكر أنه قتل أسد الله بالحربة قنط من رحمة الله. قنوط من رحمة الله هتخلي شره يبقى. فواحد من الناس الطيبين قال له يا أخي ما تقنطش من رحمة الله، ده ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأسلم، كان خايف من دي. يبقى اللي يقول لك لا ده ما أدركش نزول الآية تقول لعلها قيلت له من غيره، يعني مش نزلت عشانه، سابقة وبعد ذلك قيلت له، كان يائس وبعدين قيلت له الإيه؟ قيلت له الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة هو الغفور الرحيم لأن كل ذنب من الذنوب حق لله، وما دام حق لله هو له أن يغفر وله أن يرحم وله أن يؤاخذ. ليه؟ قال لك لأن في عنده طلاقة قدرة في كونه ولا فيش حد هيعترض عليه، فيش إله تاني يعترض عليه،
ولذلك قلنا زمان عندما كان عيسى هيقول له في يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا يقول عيسى؟ سبحانك، أنا أقول إزاي ما ليس لي به؟ إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال له دول عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. الله كان يقول فإنك أنت الإيه؟ الغفور الرحيم. هو المناسب المغفرة كده. قال لك لا، ده قوله العزيز الحكيم دل على أن عيسى يرى أنهم يجب أن يجازوا بهذه الفرية، ولكن ربنا له طلاقة القدرة في أنه يغفر، لأن لو له شريك يعارضه في الحكاية دي يقول له لا ما تغفر لهم شيء، فلأنه عزيز حكيم لا يعقبه حد على ما تصرف فيه هو يغفر لهم، إنما مش لأنه غفور رحيم، لأنه غفور رحيم لو كانت هتيجي تبقى الصفة هي التي طلبت، إنما هم يستحقوا العقوبة، ولكن إذا غفر الله لهم بل لأنه عزيز حكيم، لأنه لو له حد شريك يقول له لا دول ما يشحش إنه إيه؟ إنه يغفر ليه؟ إنه يغفر لهم. وأنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه. إله ورب خلق من عدم وأمد من عدم، وكان قيوما على مصالحك في حياتك، ويقول لك نم بالليل واسترح لأن ربك لا ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم، نم انت على كيفك. الله يغفرني قال لك ايه؟ وعباده يا اخي الصنعة بتاعته، يبقى بيحافظ عليها ولا ما بيحافظش؟ يبقى بيدللنا ولا ما بيدللناش؟ بيدللنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يبقى إذا الإنابة هي الرجوع إلى الإيمان به إلها واحدا، والإسلام هي أن تنفذ ما إيه؟ مطلوبه من الأوامر، تفعل ولا إيه؟ ولا تفعل، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لأن النصرة هتيجي من مين؟ ده انتوا هتفروا من بعض، الأتباع والمتبوعين تبقى بينهم خصومة، وكل واحد يلقي الذنب على الثاني. قالوا ايه؟ ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم ضعفين من العذاب ولعنهم الله. يبقى انتوا الناس اللي كان لكم وياكم كده، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الايه؟ المتقين. ولذلك هيقول في ايات اخرى ما لكم لا تناصرون، ما تنصروا بعض يا اللي كنتوا على الضلال وبتحبوا بعض كده وعمال تاخدوا وياك، ما تنصروا بقى. بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض ايه؟ قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، يعني اخضعتمونا بالقوى. قال لا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. الله بل كنتم قوما ايه؟ غافلين. نعم. طيب وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ساعة المقابل ما يجي كلمة أحسن يبقى لازم تفهم إن فيه إيه؟ حسن. يبقى في الخير أحسن وحسن. طب ولا تجيب المقابل أحسن يعني أقبح؟ نقول له ده بيقول ما نزل إليكم والله لم ينزل القبيح. يبقى أكن ربنا بينزل حكم يرضي به النفس البشرية عشان ما تتعقدش وتتملئ كره على الناس. وإن عاقبتم فعاقبوا، يبقى أباح لي أن أعاقب. وإن عاقبتم فعاقبوا، بس إياك أن تتجاوز، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هات الأحسن بقى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين يجي مثلا يتكلم كده فمن عفي له من أخيه شيء ولكم في قصاص إيه؟ كتب عليكم القصاص في الايه؟ وبعدين النفس بالنفس ومش عارف. فمن عفي له من اخيه شيء. الله بقى في القتل اللي هو الغضب والطار والبتاع عمال يرققه
فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف يبقى الاحسن ايه؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك يبقى ده الاحسن. ففيه شيء اباح الله فيه ان نعاقب بمثل ما عوقبنا به، ولكن الاحسن انني ما اعاقبش واترك المساله كده، يبقى ده الايه؟ احسن ما انزل اليكم ربكم. ومره يكون افعل التفضيل بيدي للواقع لكنه لا ينظر الى المقابل وهو الاقبح، انما ينظر الى المساوي في الصفه بالقله. الا في شيء واحد لاحظناه فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى. من اسماء الحق التي عرفناها الكبير، مش دي من اسمائه؟ الكبير المتعال. وليس من اسمائه الاكبر، مع ان كان المفروض ان ايه؟ يبقى الاكبر. أم قال لك لا. ليه؟ شعار الصلاة وهي العبادة التي تتكرر كل يوم ايه؟ 5 مرات، وعبادة لا تسقط ما دام الإنسان فيه نفس، ما تسقطش، وعبادة لم يشرعها الله بالوحي وإنما شرعها بالمباشرة. اصعد إلي عشان هقول لك على حكم الله. يقوم لما يجي يجعل شعار هذه الصلاة اللي لها المنزلة في هذه الأركان الله أكبر. طب ما قالش الله كبير؟ قال لك أهي العظمة هنا، أهي الله أكبر ثابت الاسم اللي هو الكبير. ليه؟ قال لك لأن ما تظنش إن التكاليف خدتك عشان تصلي وتصوم بس، تكاليف خدتك علشان تعمل كل حركة نافعة في الحياة ومعينة للتدين. أقل حاجة أنت عايز تصلي ما تعوز ستر عورتك، أقل حاجة اهي. نقول له نعم. طب شوف ستر عورتك هتجيب ايه؟ 2 متر قماش، تجيبهم منين؟ تاجر التجزئة اللي ما عندوش الا توب و2 عمال يقطع فيهم للناس، ادي واحدة. وتاجر التجزئة جابهم منين؟ من تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابهم منين؟ من النسيج. والنسيج جاب منين؟ بالغزل من المخزن. والغزل جاب منين؟ قال من المحلك. والمحلك جاب منين؟ جاب من الراجل المنتج للقطن. والقطن جه ازاي؟ قال لك بحراسه ومواد ومكن يطلع ميه وحديد يفحط في الارض. الله 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 الله, الله. اذا عشان تستر عورتك في الركن عايز كل حركه دي كلها. شوف الحركه دي بتخدم ايه؟ بس ستر. ما قلتلكش الجوع. طب انت عايز تصلي مش عايز تاكل لك لقمه؟ هات اقل لقمه رغيف عيش حافي يا شيخ. طب تاكله منين؟ لازم عامله فيه بقال راح جاب من الفرن العيش وقعدوا عشان تروح تطلب منه رغيف تاخده. ادي اول خدمه. والمخبز ناس قعدوا طول الليل يخبزوا لحضرتك وانت نايم، وناس عجنوا قبل ما يخبزوا، وراحوا جابوا الدقيق من المطحن، ولما جابوا الدقيق من المطحن ركبوا من مخازن الغله، ومخازن الغله راحت الغيطان، والغيطان الله 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 الله. يبقى عشان تستر عورتك ولا تاكل لقمه تكتت بيها عشان تقدر تصلي، شوف كم حركه انت عايزها. يبقى اذا عمل الدنيا هذا الذي لا تقوم الديانه الا به يبقى واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى اذا كل الحركه اللي بتنعمل في الكون دي لازم تحافظ عليها. ولذلك لم ينادي الله المؤمن في صلاة إلا في صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب وسمعنا نذر البيع والشراء ما نذروش؟ طب والزرع والصناعة والتجارة؟ طب دي حاجات كتير. قام قال لك لأن البيع ده هو الصفقة عاجلة الربح التي يحب كل انسان ان يبيع. مش كل واحد يحب يشتري، يمكن لما تروح تشتري وما تلاقيش تقول البركه يا جامع انت مش عايز تطلع فلوس. لكن البيع دي في ساعتها يبيع يربح. انما اللي بيزرع ده هيستنى كم شهر على ما الزرع يطلع، ولما يكون بيعمل صنع هيستنى قد ايه. يبقى البيع ده ما قالش حتى الشراء، لا البيع. طب فاذا قضيت الصلاه
فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى زي ما استدعاك من عمل ردك بعد الصلاة الى ايه؟ الى عمل. تبقى اوعى تظن ان عمل الحياة اللي لا يتم الواجب الا به ما هوش من الدين. ده اللي يعصى فيه دي زي اللي يعصى في ايه؟ زي اللي يعصى فيه دي تمام. يبقى اذا لما يقول الله اكبر يعني ما انت فيه كبير ايضا، ولكن الذي يعطيك الطاقة الاكبر من هذا الكبير ما تشغلش به عنه. لكن لما يقول من اسمائه الكبير، لما يقول اكبر يبقى مقابله ايه؟ كبير. لكن لما يقول من اسمائه الكبير يبقى ما عداه صغير. تبقى تنفع لدي ولا ما تنفعش؟ نعم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته. كلمه بغته دي تدل على انك لانه عايش وما فيش في باله الحكايه دي، والا لو كان في باله الحكايه دي ما تبقاش بغته. اللي بينتظرها يقول لك قال لك هو ايه الفرق بين انني دلوقتي في الحياه وبين اروح القى عذابي؟ ان تخرج روحي. طب وهي روحك لها ميعاد في الخروج؟ قال لا، ما يمكن النفس يطلع ما ايه؟ ما ينزلش. يبقى لازم ان تكون على ايه؟ على بالك دائما. انما تكون بغته لمن ليست على ايه؟ لمن ليست المساله على باله. وانتم لا تشعرون. انتم لا تشعرون دي معناها ايه؟ السكينه سرقاك معناها كده. ان تقول نفس ليه فعلنا كده؟ ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طلبنا منك ان تنيب الى الله وان تسلم له في احكامه وان تتبع احسن ما انزل اليه عشان نرفع عنك الحرج في لوم نفسك. لانك انت لما هتشوف العذاب النفس تقول ايه؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طب ما هو التفريط؟ التفريط هو ايه؟ التفريط هو اهمال ما يجب ان يتقدم، لان اذا كانت فرصته فاتت ما تتعوضش. فاللي قاعد ما ذاكرش طول السنه وبعدين جاي عليهم ايه؟ امتحان، وبعدين قال وهو ماشي وهو رايح الامتحان يقعد قال يبص في الكتاب يمكن يقرا حاجه. نقول له يا ابني قبل الرماء تملأ الكنائن. هو انت تملى الكنانه بتاعت الصيد ساعه ما تروح تصطاد ولا قبل ما تروح للصيد؟ تبقى تستنى الغزاله هي واقفه كده وتستنى لما انت تقعد؟ ما ينفعش. يبقى ما هو اللي حصل منك ايه؟ اللي حصل انك انت اهملت ما كان يجب ان يتقدم. ليه؟ لانه لا يعاد ثانيه. فاذا احنا قلنا لك انيب واسلم عشان ما تجيش في يوم من الايام تتحصل